اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. بصوا بقى الحلاوه دي، بصوا الجمال ده. لكم ان تتخيلوا ان القمر دي بكيك سبونج ناجح جدا 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 جدا، من غير دقيق سبونج ولا اي حاجه، بالدقيق العادي وبابسط واسهل طريقه ومقادير. يلا بينا مع بعض بقى نشوف الحلو ده ازاي عملناه. الأول هنجهز الصينية بتاعتنا وهنبطنها بورق الزبدة. طبعا لو عندكم صواني ليها جوانب عالية هيكون أفضل كتير، مفيش فهنبطنها كده بورق الزبدة زي ما أنا عملت. هنشيلها على جنب، وعندي هنا 6 بيضات كبار بدرجة حرارة الغرفة، يعني يكون البيض بتاعنا بارد كده ومطلعينه من بدري قوي. نزلت عليهم بكوبايتين الا ربع من السكر مع باكت فانيليا وضربنا كده كتير قوي. اول ما اللون بتاعنا بدأ يكون لونه ابيض كده نزلت عليهم بكوبايه من الميه الدافيه، وما تقلقوش الميه الدافيه مش هتعمل اي حاجه. المكونات بقى الجافه على جنب، عندي كوبايتين من الدقيق، معلقتين كبار من البيكنج باودر، رشه صغيره من الملح. هنبدأ ننزل بقى، ركزوا هنا كويس قوي في طريقه التقليب. انا بقلب من تحت لفوق وبالمضرب اليدوي كده، بعمل زي لفات صغيره علشان العجين بتاعي يختلط كويس، او الدقيق ما يكتلش مني وفي نفس الوقت ما نفرغش الهواء. بصوا كده قوامها طالع كريمي قوي ومظبوط جدا. نتأكد بالسباتيولا كده ان العجينه بتاعتنا ناعمه وحلوة خالص. هنحطها في الصينية بتاعتنا، هتاخد بالظبط معانا ساعة و10 دقايق في الفرن على درجة حرارة 180. عايزة اقول لكم بقى، بصوا طالعة قمر 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 قمر، حلوة جدا، مرتفعة كده وهشة، ريحتها خالص خالص كويس. شلت الوش بتاعها كده زي ما انتم شفتم بسكينة وسبتها بقى على جنب. الكيك بتاعي انا مش شغلتش فيه على طول، سبته يرتاح حوالي 3-4 ساعات كده. وطبعا كل ما ارتاح كان الوقت يعني بالنسبة له افضل، او كان الاداء بتاعه احلى. للكريمة بقى البيضة بتاعتنا هنحتاج كوبايتين من الكريم شانتيه، وعليهم كوباية من المية الساقعة المتلجة، وكوباية من السكر الخام. طبعا دي مقادير هتلتزموا بيها على حسب نوع الكريمة بتاعتكم. هنوصل لحد ما الكريمة بتاعتنا كده تعمل منقار ونقلناه. للشوكليت استعملت نفس المقادير، ولكن انا هنا ضفت عليهم شوية كده من جناش الشوكولاتة اللي انا مجهزاه علشان التورتايه بتاعتي. جهزتهم كده على جنب. عايزه اقول لكم بقى، حلوه جدا، هتبقوا مبسوطين قوي وانتوا بتشتغلوا فيها كده، حاجه كده بايديكم انتوا عاملينها واخدينها، حلوه خالص. هنا شلت برضو الجناب زي ما شلت الوش كده، ولكن انا نسيت اصور. بصوا سفنج حرفيا حلوه جدا جدا جدا. قسمتها كده ورفعتها بقى على حاجه عاليه علشان اعرف اشتغل فيها كويس. كل طبقه معايا هتاخد كوبايه الا ربع من اللبن علشان تديني القوام المظبوط. هبتدي كده ان انا اعمل اول نص بحشوه كريمه الشوكولاته بتاعتي، واحط عليها من جناش الشوكولاته اللي انا مجهزاه. لو وصلتوا لحد هنا بقى ما تنسوش اللايك والشير يا حلوين، كومنت لطيف زيكم كده. الطبقه التانية الكريمه البيضه وزعتها كده، وبحاول ان انا اظبط كل نص علشان يبقى متساوي مظبوط. هبدا كده ان انا احط بعض قطع من المانجا. تقدروا تستغنوا عن الخطوه دي، لكن عايزه اقول لكم بتفرق جدا معاكم في الطعم. هنحط الطبقه التانية، وبرده هنسقيها بكوبايه الا ربع من اللبن. في الخطوة دي لازم 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 وضروري نسيب الكيك بتاعنا مش أقل من نص ساعة في الفريزر قبل ما نشتغل عليه بالطبقة الخارجية. أنا هنا يا دوب بس زي تجليس بسيط كده، طبقة خارجية علشان تخلي طبقة الكريمة التانية تتماسك عندنا، وهنحطها في الفريزر عادي. يا دوب بنلف بس كده زي ما انتم شايفين. بصوا عايزة أقول لكم سهلة، حلوة قوي، هتحبوها، ولادكم هيحبوها جدا جدا جدا. اهم حاجه وانتوا بتوزعوا الطبقه دي تتعاملوا بالراحه، لان الكيك بتاعكم هيكون طري جدا حرفيا، مش هتبقوا قادرين تمسكوه. فلازم لازم تهتموا ان انتوا ما بين كل فتره والتانيه، ما بين كل طبقه سوري والتانيه، تحطوها من الكريمه ترفعوا. هنا رفعته وهحط تاني طبقه تانيه بس نسيت اصورها. زي ما انتوا شايفين كده كانت الطبقه التانيه تماسكت بقى، هبدا ازين كده. المانجا بتاعتنا عشان تتقطع شرايح رفيعه بالشكل ده لازم لازم تكون مانجا متماسكة، يعني ممكن زبدية أو نعومي. أو لو انتوا مش هتعرفوا تكون المانجا بتاعتكم متوفرة تبقى فريش، ممكن نستعمل مانجا مجمدة ونقطع الشرايح بتاعتنا تبقى رفيعة خالص. عملنا خطوط طولية كده زي ما شفتوا، وبعدين ادينا شكل الوردة. متنسوش بقى تصلوا على النبي في التعليقات كده، وسمعوني بقى ايه كومنتاتكم الجميلة دي. بصوا بقى علشان نعمل شكل الكروكت القمر ده او المكعبات اللطيف، قطعناها. هنبدأ ناخد جزء كده زي ما انتوا شايفين. التفاح برضو حطيناه.
بصوا عايزه اقول لكم شكلها اصلا حرفيا لسه قبل ما تكمل حلوه جدا. بصوا بقى الطبقه التانية كده هنعمل خطوط كده من جناش الشوكولاته بتاعنا، هنغطي الجناب ولكن على الوش كده هنعمل زي نظام شبكه زي ما انتوا شايفين كده مربعه، هتدي معانا شكل حلو جدا. تقدروا طبعا تغطوا وشها كامل بالشوكولاته، ولكن انا حبيت يكون ليها شكل خفيف كده، والتزيين دي حاجه على حسب رغبتكم، انا بس بديكم افكار كويسه. واتمنى الفيديو يكون عجبكم بقى يا حلوين، وتجربوا الوصفة وتقولي لي رأيكم، وهستنى بقى كومنتاتكم الحلوة وتطبيقاتكم القمر للوصفة بتاعتي الحلوة دي. زينت بقى جانب الشوكولاتة كده ب يعني مش عارفة اقول عليها ايه، عواد شوكولاتة مثلا، انا شكلتها كده على ورق الزبدة، طلعت معايا بالجمال والحلاوة دي. بصحة وهنا.